سيادنا السلام عليكم. الأكيد أننا كلنا عرفنا أو سمعنا بناس مصابين بالسرطان، والأكيد أننا كلنا مقدرين حجم المعاناة الجسدية اللي كيحسوا بها، مي في نفس الوقت قليل فين كنستحضروا الأزمة النفسية اللي كيمروا منها بسبب المرض، واللي نقدروا نكونوا حنا سبب مباشر فيها بلا ما نحسوا. علاش؟ كيفاش؟ خليكم معنا. السرطان المرض اللي كيصيب سنويا اكثر من 14 مليون انسان في العالم، وفي المغرب اكثر من 35 الف حاله سنويه. يعني الا قسمنا هذا العدد على ايام السنه غادي نلقاو اكثر من 95 مغربي كيتصابوا يوميا بالسرطان. هذا المرض اللي بغض النظر على الالم الجسدي اللي كيتسبب فيه فهو كيخلي المصاب يعيش ازمه نفسيه اللي كتنعكس بشكل سلبي على الصحه ديالو، وبدل ما يكون العامل النفسي محفز ومساعد كيولي هو اكبر معيق للعلاج. وباش توضح الصوره اكثر فيمكن لنا نتحدثوا على هذه الازمه النفسيه اللي كيمر منها الانسان من بعد ما كيكتشف انه مصاب بالسرطان في ثلاثه ديال المراحل الرئيسيه. المرحله الاولى اللي هي مرحله الصدمه وعدم التصديق، وغالبا في هذه المرحله كنلقاو ان المصاب كيحاول يتاكد من عند اكثر من طبيب، بحيث ان دماغه كيرفض تماما يستوعب فكره الاصابه. وكيف ما كان الحال كتبقى هذه المرحله طبيعيه لانها مرتبطه بالفطره ديال الانسان، واللي صعيب فيها هي اللحظات اللي كتكون كتسين النتائج ديال التحاليل الطبيه. لكن بعد ما كيتاكد الانسان بالفعل انه مصاب بداء السرطان فهنا كتجي مرحله التوتر والقلق، كيبدا الانسان كيفترض اسوء الاحتمالات والمضاعفات اللي يمكن توقع عليه. واللي غريب في هذه المرحله ان نسبه كبيره من التوتر والقلق كتكون مرتبطه بالتفكير في مصير الاولاد او الوالدين، وحتى هذه المرحله يمكننا نعتبروها طبيعيه لان اي واحد فينا غيمر من نفس الظروف غيكون عنده نفس الشعور. اما المرحله الثالثه واللي هي اهم واصعب مرحله فهي مرحله تقبل المرض ومحاوله التعايش معه، وكتجلى الاهميه والصعوبه ديال هذه المرحله في كون جزء كبير منها بيد المجتمع. فاحنا اللي قادرين نخليوه يتعايش مع المرض بشكل ايجابي، وحنا اللي قادرين نخليوه يتعايش معاه بشكل سلبي. وملي كنقولوا بيد المجتمع فاحنا هنا كنهضروا على جميع المكونات ديال المجتمع، انطلاقا من الطبيب والطريقه اللي غيتعامل بها مع المصاب، مرورا بواحد النوع اللي كيكونوا شادين النوبه عن الطبيب واللي كتلقاو كيفهموا في جميع الامراض، وصولا للعائله ديال المصاب اللي اي رده فعل كيديروها كتولي كتثير الانتباه ديالو وكتاثر في نفسيته. وبصفه عامه يمكن لنا نقولوا ان نفسيه الانسان المصاب بالسرطان كتولي بحال الطفل الصغير اللي تقدر كلمه واحده تخليه يعيش السعاده وتنسيه في الالم الجسدي وتساعده على العلاج، وتقدر كلمه واحده تخليه يعيش التعاسه وتزيد تدهور حالته الصحيه. بغيت نقول لك ان السرطان ما كيعنيش الموت، بل الكثير من الحالات قدروا يتعالجوا منه، ويكفي انك دير بحث بسيط في جوجل وتشوف الالاف من الحالات اللي مروا من نفس التجربه. سي فري غادي تلقى بلي الطرق والاسباب ديال العلاج مختلفه من شخص لاخر، ولكن غتلقى العامل المشترك اللي كيجمع بيناتهم انهم امنوا واحد النهار بلي العلاج ممكن. بغيت نقول لك حتى الا افترضنا ان السرطان كيعني الموت فالموت هي الحاجه الوحيده اللي ما يمكن حتى شي واحد فينا يهرب منها. فالنهار اللي كنتخلقوا كيتخلق معنا الزمان والمكان اللي غنموتوا فيه، كيف ماتوا ملايير البشر اللي قبل منا واللي اكيد هما كانوا اكثر قوه جسديه مقارنه مع جيلنا. بغيت نقول لك ان مرض السرطان والمرض بصفه عامه هو اختبار من عند الله، اختبار اللي كتكون مخير فيه بين اما تامن بقضاء الله وقدره وتحسن الظن في الله وبالتالي غادي تكون كتربح الاجر وغادي يكون عندك حافز نفسي للعلاج، واما غادي تعصاه وتقول علاش غير انا وبالتالي كتكون كتالم جسديا ونفسيا. بغيت نقول لعائله كل انسان مصاب بالسرطان باللي الحزن اللي يقدر يترسم على وجوهكم كيأثر بشكل سلبي في نفسيته، دونك حاولوا تعاملوا معاه بشكل ايجابي لانه محتاج اللي يحسوا بالحياه، وكونوا اكيدين ان الدموع ديالكم كيحسوا بالياس وكيولي كيحس بحال شي ميت مع وقت التنفيذ. بغيت نقول لكل الاطباء باللي الدور اللي كتقوموا به ما مقتصرش في العلاج الجسدي، بل نتوما اكثر الناس عارفين بالقيمه ديال الحافز النفسي في العلاج. دونك ملي تبغيو تخبروا الانسان انه مصاب بداء السرطان حاولوا تراعيوا الوقت والظرفيه والتدرج في الخبر، وما تنساوش باللي النساء هم اكثر تاثرا بالخبر مقارنه مع الرجل. سيادنا حلقه اليوم سالات، من الاكيد ان المعاناه والمحن ديال الناس اللي مصابين بالسرطان مازال مستمره. ما تنساوش انكم تخليو دي كومونتير اللي تكون مشجعه ومحفزه، ماشي لينا من الناس اللي مصابين بالسرطان. والى ذلك الحين السلام عليكم.